كما ورد لنا في الأثر من خبر علقمة عندما حضرته الوفاة، فالتف حوله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يلقنونه الشهادة، فقالوا يا علقمة يا علقمة قل لا إله إلا الله، وإذ بعلقمة يثقل لسانه، فيشتد الأمر والخطب على أصحاب رسول الله، يقولون يا علقمة قل لا إله إلا الله. علقمة لا يستطيع أن يردد الشهادة، فيذهبون وينطلقون مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما الخبر ما الخبر؟ فيقولون يا رسول الله يا رسول الله علقمة. يقول ما خبر علقمة؟ يقولون يا رسول الله علقمة في حالة نزاع ولا يستطيع ترديد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ائتوني بأم علقمة، إلي بأم علقمة. يذهب الصحابة مسرعين إلى أم علقمة يقولون يا أم علقمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك إما أن تأتي إليه أو أن يأتي إليك. فتقول أم علقمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فتخرج متكئة على عصاها مسرعة إلى رسول الله، تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له فداك أبي وأمي يا رسول الله. يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أم علقمة يا أم علقمة أخبريني ما أمر علقمة. فتقول أم علقمة يا رسول الله والله إن علقمة لصوام قوام متعبد قائم لليل ومناجيا ربه أطراف النهار وقارئ للقرآن. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام اصدقيني يا أم علقمة اصدقيني يا أم علقمة. تقول يا رسول الله بماذا أصدقك يا رسول الله؟ يقول كيف كان علقمة في برك، كيف حال علقمة في برك؟ فتقول يا رسول الله وتهدأ وتسكت وتبكي وتقول يا رسول الله إنه مقصر في حقي، إنه مقصر في حقي يا رسول الله، إنه يفضل زوجته عليه. فيقول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يا بلال يا بلال يا بلال أحضر الحطب وأوقد الحطب يا بلال. فتقول أم علقمة ولماذا يا رسول الله؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن نار الدنيا أولى بالعاق من نار الآخرة. عندها تبكي أم علقمة وتقول يا رسول الله يا رسول الله إني أمسيت راضية عن علقمة، يا رب ارض عن علقمة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال اذهب وردد الشهادة على علقمة. فيذهب مسرعا بلال ويفتح الباب على علقمة، وإذ بعلقمة يرفع الصوت عاليا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعندها يقول بلال اشهدوا أيها الصحابة اشهدوا بأن عقوق علقمة قد عقد لسانه، وأن رضا أمه قد أطلق لسانه بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عندما تموت الأم يموت وينقطع الخير، تعلن حالة الطوارئ في السماوات السبع، ينادي مناد ينادي مناد يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك من أجلها.